بجد التاريخ بيتكتب قدامنا. مش عايز ابقى ببالغ ولا حاجة، بس اللي المغرب بتعمله ده يعتبر اكبر انجاز في تاريخ كأس العالم، لان عمر ما قبل كده فرقة غير متوقعة للدرجة دي توصل نص نهائي كأس العالم. يمكن اقرب مرة حاجة زي كده ممكن تكون حصلت هي كوريا الجنوبية في 2002، بس الفرق ان ده كان على ارضها وكلنا فاكرين قرارات التحكيم اللي وصلتها لده. بس المغرب اللي كان في سكتها كرواتيا وبلجيكا واسبانيا والبرتغال وصلت لنص نهائي كاس العالم. بجد انجاز غير عادي، انجاز ما حصلش قبل كده، وزي ما قلت في رايي اكبر انجاز في تاريخ كاس العالم. وبصراحه مين يعرف، يمكن المعجزه فعلا تحصل. المغرب والبرتغال ده اول ماتش هتكلم عنه النهارده. في الحلقات اللي فاتت وانا بتكلم عن المغرب كنت بقول ان هم يمكن بيدافعوا شويه زياده عن اللزوم، وقلت بعد ماتش اسبانيا انهم لو كانوا بجد لعبوا ضد اسبانيا وهجموا على اسبانيا كانوا خلصوا الماتش من غير ما يحتاجوا ضربات الجزاء. وزي ما يكون كده وليد الركراكي سمعني. والنهارده الشوط الاول قدام البرتغال المغرب عملت احسن شوط ليها في البطوله لحد دلوقتي. الهجمات كلها كانت للمغرب، الخطوره كلها للمغرب، الفرص كلها للمغرب، ووصلوا ان هم جابوا الجون اللي كانوا فعلا يستاهلوه. المغرب النهارده لعبت كمنتخب بجد تقيل جدا. يعني حتى بعد كده الشوط الثاني اللي هو كان من الطبيعي ان البرتغال هتبدا هي اللي تضغط وتبدا انها تهاجم والمغرب تدافع اكتر زي كل الماتشات اللي قبل كده، وزي المغرب عودتنا كان البرتغال ليهم فرصه واحده او اتنين. يعني في شوطه بتاعت جواي فيليكس وفي الهيد بتاع بيبي اللي في الاخر، بس غير كده ما شفناش حاجه من اي حد في منتخب البرتغال. وهي دي قوه منتخب المغرب. انا بجد بقيت ابقى مبهور بالاداء الدفاعي بتاع منتخب المغرب. بجد بجد بيدافعوا، ما شكلهمش مضغوط، ما شكلهمش متلهو كده، ما شكلش في ضغط. بالعكس هم لما بياخدوا الكوره بيبتدوا يسلموا الكوره ويبداوا يمرروا ويحاولوا يبنوا هجمه، مش بيشتتوا وخلاص. مفيش مدافع في منتخب المغرب لا الاساسي ولا الاحتياطي عمل غلطه واحده نفتكرها له في الماتش كله. ودي حاجه بصراحه تحت الضغط ده كله في ماتش زي ده قدام منتخب زي منتخب البرتغال، بصراحه حاجه مبهره من منتخب المغرب. طبعا على قد الحماس والفرحه بتاعه فوز المغرب ده في جزء تاني وناحيه تانية هي البرتغال، وبالذات كريستيانو رونالدو. مش بس عشان رونالدو كده عمره ما هيكسب كاس العالم مع منتخب البرتغال، ولكن الحاجه الاغرب ويمكن مش عارف استوعبها ازاي ان غالبا ده اخر ماتش نتفرج عليه لكريستيانو رونالدو ابدا. لو الاشاعات صح وكريستيانو رونالدو هيمضي في الشتاء مع نادي النصر السعودي، او حتى لو هيروح الدوري الامريكاني في انتر ميامي، فغالبا مع احترامي الشديد للدوريين دول قليلين مننا اللي هيتفرجوا عليه. اخرنا هنبقى بنشوف هايلايتس او بنتفرج على اجوان لما بيجيب اجوان. ودي حاجة انا مش عارف افكر فيها ازاي. واحد من اعظم اتنين لعيبه عمرهم لعبوا كرة قدم ابدا في التاريخ، ده غالبا كان اخر ماتش اتفرج عليه. اتكلمنا عن رونالدو فطبيعي نبتدي نتكلم عن ميسي. ارجنتين ميسي كسبت هولندا ووصلت لنص نهائي كاس العالم في ماتش في رايي هنفضل نتكلم عنه سنين لقدام. فلما انا هاجي حتى اتكلم عنه انا مش عارف ابدا منين. ابدا اتكلم عن اسيست المعجزه اللي ميسي عمله في الشوط الاول، ولا اتكلم عن قوه وسيطره منتخب الارجنتين لمده 80 دقيقه كانوا باينين ان هم بجد منتخب ممكن يكسب كاس العالم، لغايه ما حصل فجاه فوقان هولندي وتعادلوا بجونين. ولا اتكلم عن المنتخبين دول كانوا بيلعبوا ماتش كانه ديربي، بيلعبوا هم مش طايقين بعض لسبب ما حدش عارفه من اول دقيقه في الماتش، وخناقات وشتيمه. وحتى من بعد الماتش الموضوع ده كمل لدرجه ان الحكم نفسه كان هيبوظ الماتش تماما في اداء سيء جدا جدا من الحكم الاسباني ماتيو لاوز، انه عمل كميه قرارات بصراحه مش مفهومه. ووصل بيه الحال ان هو ادى 16 انذار وادى كمان طرد، وانذارين وطرد من دول يمكن ما حدش فينا شافهم لان هم كانوا وقت ضربات الجزاء. الحكم حسب في الماتش ده 48 ضربه حره، وخلى الماتش ده قريب جدا من معركه نورنبرج اللي كانت ما بين البرتغال وبرضه هولندا. ولكن واحده بس من 48 ضربات الحره دول كانت بجد بجد عظيمه عشان مناسبه الكوره دي وعشان توقيتها وعشان حلاوه تنفيذها. الضربة الحرة اللي منتخب هولندا تعادل فيها في الدقيقة المية بجد من أذكى الكور اللي عمري شفتها في الكورة. بس لازم نبقى عارفينه إن اللعيب فيجهرز ده اللي جابها جون عملها قبل كده في الدوري الألماني. بس الأكتر من ده إن منتخب الأرجنتين نفسه زانيتي عملها قدام منتخب إنجلترا في سنة 98. ولا أرجع وأتكلم عن ضربات الجزاء اللي عمالة تضيع بطريقة غير عادية في كأس العالم ده، لدرجة إن منتخب هولندا
زي منتخب اليابان ومنتخب اسبانيا من قبله بيضيع اول ضربتين جزاء في ضربات الجزاء الترجيحيه. فالارجنتين تكسب عشان تبقى رابع مره في تاريخهم يعدوا دور الثمانيه. 3 مرات اللي قبل كده وصلوا النهائي عشان يفضل حلم فوز ميسي بكاس العالم مستمر. لو جيت قلت لكم قبل كاس العالم ان في منتخب هيكون لعب 5 ماتشات في كاس العالم ما كسبش منهم غير ماتش واحد بس، مش بس كده، هو طول كاس العالم ما كانش متقدم في النتيجه الا في 46 دقيقه بس قدام كندا، ولكن هيوصل نص النهائي بتاع كاس العالم. فعلا منتخب كرواتيا يعني بخبرته وبذكائهم وصلوا نص نهائي كاس العالم للمره الثانيه على التوالي. منتخب كرواتيا كده كسب في تاريخه 4 ضربات جزاء ترجيحيه في كاس العالم، وكده يبقى اكتر منتخب كسب ضربات جزاء ترجيحيه بنفس العدد مع الارجنتين والمانيا. ولكن كرواتيا نفسها كدوله اتعملت من 31 سنه. ومش عايز بصراحه اخش في حاجات سياسيه ولا كده، ولكن لو ما كانتش كرواتيا خدت استقلالها من يوغوسلافيا كان زماننا دلوقتي داخلين على نص النهائي ما بين البرازيل والارجنتين اللي طول عمرنا بنحلم بيه. او يمكن بصراحه البرازيل ما كانتش تعدي، اصل المدير الفني تيتي عمل كميه قرارات غريبه جدا طول الماتش وصلته بصراحه انه يستاهل يخسر. يعني الماتش 0-0 وفي الدقيقه 60 تشيل فينيسيوس جونيور عشان تنزل رودريجو، يا راجل ده كلام. تغيير بصراحه غريب جدا لماتش ممكن يوصل ل 120 دقيقه. وبعديها حتى شال ريتشارلسون ونزل بيدرو، لعيب محلي بيلعب في دوري البرازيل ممكن يبقى كويس، بس ريتشارلسون عامل لك بطوله تقيله جدا. ولما وصل انه بطلوع الروح نيمار جاب له جون، بصراحه جون خطير يعني، قرر يعمل تغييرات دفاعيه فقال لك هنزل فريد. بجد يعني عندك فابينو بره، يعني حتى لو مستواه مش قد كده الموسم ده، بس عندك برونو جريمارش لعيب خط وسط خطير اللاعب بتاع نيوكاسل، لا قرر ينزل فريد. وقله تركيز فريد الدفاعيه هي دي اللي عملت الهجمه المرتده لمنتخب كرواتيا اللي دخل منها الجون. ومن بعد كده طبعا خسروا ضربات الجزاء. عندي وقفه بقى كده مع ضربات الجزاء اللي بتضيع في كاس العالم دي، لازم نتكلم عنها. دلوقتي قلنا قبل كده ان نسبه ضياع ضربات الجزاء في تاريخ الكوره هي 20%، ولكن في كاس العالم ده في دور المجموعات كانت نسبه ضياع ضربات الجزاء 40%، وده استمر في دور ال 16 ودور الثمانيه. ادينا شايفين كميه ضربات الجزاء اللي بتضيع في كل الماتشات. بصراحه قعدت افكر ايه سبب حاجه زي كده. الحاجه الوحيده اللي ممكن تشرح الموضوع ده هو ان في ضربه الجزاء القانون بيقول ان حارس المرمى ما ينفعش يتحرك من على الخط الجون الا بعد ما الكوره تتشاط. اللي كان بيبص على القصه دي قبل كده كان الحكم والمساعد، ولو شافوا ان الجون اتحرك بدري كانوا بيعيدوا ضربه الجزاء. لكن دلوقتي اللي بيبص على القصه دي هو الفار. فحراس المرمى استغلوا الموضوع ده، وبدل ما كانوا بيحطوا رجليهم الاثنين على الخط عشان يضمنوا ان الحكم والمساعد يشوفوهم واقفين على الخط، بقوا بيحطوا رجل واحده بس والرجل الثانيه بتبتدي تتحرك بدري، فده بيوصله ان هو يتحرك اسرع ويترمي المسافه اطول. فلو نقى اتجاه ضربه الجزاء صح وضربه الجزاء كانت ضعيفه غالبا بيصدها، وده اللي ما كانش بيحصل قبل كده. نروح لضياع ضربة جزاء هاري كين في آخر ماتش في دور الثمانية. انجلترا وفرنسا لعبوا ماتش بصراحة تقيل جدا. فرنسا كسبت انجلترا والماتش في الآخر اتحسم لما هاري كين طوح ضربة الجزاء بتاعته في السماء عشان يستمر تاريخ انجلترا الاسود مع ضربات الجزاء في البطولات الكبيره. بصراحه الفرقتين لعبوا كويس، يعني طول الماتش كان فيه هجوم من الفرقتين، مفيش فرقه كانت بتدافع، بس يمكن انجلترا كانت احسن لفترات اطول. جاريث ساوثجيت بدا الماتش بخطه خطيره، كايل ووكر كان موقف امبابي تماما بصراحه طول ال 100 دقيقه، وبوكايو ساكا وفيل فودن كانوا عاملين جبهتين على اليمين وعلى الشمال بخطوره رهيبه على دفاع فرنسا، لغايه ما جاريث ساوثجيت قرر يقف وقام فجاه شايل بوكايو ساكا وشايل فيل فودن اللي هم كانوا عاملين له اختراق للدفاع الفرنساوي، وقام منزل مكانهم راشفورد وستيرلينج، 2 لعيبه قوتهم في الهجمات المرتده. بس هو ما عملش كده وانجلترا كسبانه، عمل كده وفرنسا هي اللي كسبانه، فطبعا فرنسا ما ادتهمش فرصه يلعبوا على الهجمات المرتده، فالماتش مات تماما وراح منه، وفرنسا بتوصل لنص النهائي تاني. بقول تاني عشان فرنسا كده بقت اول منتخب حامل لقب لكاس العالم يوصل لنص النهائي من البرازيل في 98. وبنتائج فرنسا في البطوله دي كده قضت على لعنه الفوز بكاس العالم اللي كانت بتلاحق كل المنتخبات الاوروبيه من سنه 2006. توقعاتي ايه بقى النص نهائي؟ بصراحه مش هتوقع، كل حاجه بقولها بصراحه بتطلع بطيخ، لان كاس العالم ده مصمم انه يبقى احلى كاس عالم شفناه في حياتنا، وثلاث ارباع نتائجه بصراحه غير متوقعه تماما. فانا مش هستغرب خالص لو المانيا وايطاليا هم اللي وصلوا النهائي يعني. بس بجد لو هتكلم فعلا عن الماتشات هقول ان كرواتيا ورتنا قد ايه عندها خبره وذكاء انها تمشي الماتش بالطريقه اللي هي عايزاه وتخنق الماتش تماما.
ولكن الأرجنتين لو عرفت تجيب جون أو اتنين بدري، احنا لسه ما نعرفش كرواتيا هتتعامل مع موقف زي ده ازاي. هل هتفضل مستمرية على طريقتها وتحاول تخطف، ولا هتهجم وتسيب بقى مساحات ورا؟ المغرب بقى على الناحية التانية لعبت منتخبات تقيلة جدا، لعبت لعيبة كتير جدا تقيلة، ولكن ولا منتخب ولا لعيب قدام المغرب باين انه كويس خالص. فهل يقدروا يخلوا منتخب زي فرنسا ولعيب زي مبابي يبانوا عاديين زي اللي قبلهم؟ ففي الاخر ماتشات زي دي ممكن اي حاجة تحصل فيها، والحاجة الوحيدة اللي هتوقعها وابقى متأكد منها ان الفرقتين اللي هيكسبوا هيوصلوا النهائي. واشوفكم الحلقه الجايه.